العلبة من كل الشرور. الكابتن ماجد نجم الملعب، نجم روبن هود يمشي سعيدا في الغابات حوله الأصل. واش عمره طحلك في بالك علاش بعض اللقطات البسيطة من رسوم متحركة قديمة كتقدر فجأة ترجعك سنين للور؟ غير موسيقى قصيرة أو لقطة بسيطة وفجأة كتحس بشي حاجة كتحرك في الداخل ديالك، كيضربك إحساس ما واضحش ولكن قوي وقوي بزاف. جيل الثمانينات وبداية التسعينات كان عنده علاقة خاصة مع الرسوم المتحركة. الكابتن ماجد ما كانش مجرد لاعب كرة، كان حلم. سون جوجو ما كانش غير شخصية كرتونية، كان تحدي. جريندايزر ما كانش روبو، كان إحساس بالحماية. النمر المقنع ما كانش فقط مصارع، كان مثال لمعنى الشجاعة. سالي ما كانتش غير طفلة عادية مظلومة، كانت عالم كامل من البراءة. توم ساير ما كانش غير ولد صغير مشاغب، كان معنى الحرية نفسها. روبن هود ما كانش غير لص نبيل، كان العدالة بطريقة كيفهمها قلب الطفل الصغير. ولكن السؤال اللي كيطرح نفسه في هذه الحالة هو: واش هاد الرسوم المتحركة كانت فعلا أحسن من ديال دابا كيف ما كنتصوروا وكنحسوا؟ والتساؤل الحقيقي هو: علاش كانت كدير فينا إحساس بهذا الشكل؟ علاش اليوم كنشوفوا إنتاجات أقوى تقنيا، أسرع وأغلى، ولكن أقل تأثير فينا؟ الجواب ماشي في الشاشة، الجواب كان ديما في الداخل ديالنا، حيث الدماغ ديال الطفل ما كيشوفش الصورة غير بعينيه، الدماغ ديال الطفل كيعيشها. كل حلقة من الكابتن ماجد ما كانتش غير ماتش ديال الكرة، كانت بالنسبة لينا حلم. كل ظهور لجريندايزر ما كانش رجل حديدي وصافي، كان إحساس بالحماية. كل وقفة ديال سون جوجو ما كانتش غير قوة وسوبر سايان، كانت رسالة كتقول لكل واحد فينا: حتى انت تقدر تكون قوي وتحقق المستحيل. الطفولة ما كانتش غير مرحلة عمرية، كانت طريقة خاصة باش كنشوفوا بها العالم، طريقة كان فيها الخيال أكبر من الواقع، وكانوا الأبطال كيعيشوا معانا فعلا. ولكن كاين سبب آخر أعمق كيفسر الإحساس اللي كنحسوا به دابا فاش كنشوفوا الرسوم المتحركة ديال الزمن الذهبي. سبب علمي: الدماغ ديال الإنسان كيخزن الذكريات الأولى بطريقة مختلفة تماما، والذكريات الأولى ديما مربوطة بالمشاعر، والمشاعر القوية كتخلي الذكريات تعيش أكثر من الزمن نفسه. هادشي علاش ملي كتسمع موسيقى قديمة أو كتشوف لقطة صغيرة من مسلسل طفولي كتحس بشي حاجة غريبة تحركت فيك، شي حاجة كتقولك أنا عشت هادشي فعلا. ولكن هنا كيبان السر الحقيقي: يمكن ما كناش كنحنوا للرسوم المتحركة نفسها، يمكن كنا كنحنوا لراسنا في ذاك الوقت، للنسخة القديمة منا، للطفل اللي كان كيشوف العالم بصيق وكان كيتيق بسهولة وكان كيحلم بلا حدود. وكاين تفسير آخر أعمق، تفسير فلسفي: الطفولة هي المرحلة الوحيدة اللي كنشوفوا فيها العالم قبل ما نتعلموا نخافوا، قبل ما نتعلموا نشكوا، قبل ما نتعلموا نحسبوا كل شيء. في ذاك الوقت كنا كنعيشوا التجربة مباشرة، بلا حواجز، بلا تحليل زايد، بلا خوف من المستقبل. هادشي علاش الأبطال ديال ذاك الوقت ما كانوش غير شخصيات، كانوا مراية كنشوفوا فيها راسنا كيف ما تمنينا نكونوا. واليوم فاش كنرجعوا نشوفوهم مرة أخرى ما كنرجعوش غير للصور، كنرجعوا للحظة، كنرجعوا للإحساس، كنرجعوا للنسخة منا كانت أخف، أصدق وأكثر شجاعة. والحاجة الزوينة اللي في هادشي كامل هي أن ذاك الطفل الصغير مازال ساكن في الداخل ديالك حتى اليوم، كيصبر، كيستنى غير لحظة صغيرة باش ترجع أنت تشوف العالم بعينيه مرة أخرى.